السلام عليكم أخواتي في قناتكم لمسات استبرق دائما مع الوصفات السهلة وسريعة التحضير. وصفتنا لنهار اليوم جراتان بدون لحوم، أي بدون لحم أو دجاج أو الطن، يكون مشمخ من الداخل وما يجيش ناشف. طريقة العمل سهلة جدا وصدقوني واحد البنة روعة. نحاول في وصفاتي تكون اقتصادية وتقدر أي ربة عائلة تحضره، وحتى اللي عندها أولادها ما يحبوش الخضر هذا الجراتان راح ياكلوه أكيد. نروحوا لمقادير الوصفة. كما راكم تشوفون نحتاج 4 حبات بطاطا نقطعوها مكعبات صغيرة ومن بعد نقلوها. ممكن تفوروها للأشخاص اللي عندهم كوليسترول وما يحبوش المقلي بزاف. ممكن مضاعفة المقادير وهذا حسب أفراد العائلة. أنا ضاعفت المكونات لأني طيبت 2 بلاوات لأنه الأفراد كانوا كثار في البيت. كما راكم تشوفوا قطعت البطاطا، نضيفوا لها الملح ونقلوها. بعد ذلك نقشروا 4 حبات باذنجان وننزع كامل القشرة ونقطعوه مكعبات. وهذا السر اللي يخلي الأولاد اللي ما يحبوش الخضار ياكلوا هذا الجراسان ويكون المفضل عندهم. في هذا الطبق استغنيت عن البصل، ممكن تقطعوا 2 حبات بصل قطع صغيرة جدا بالأشواق وتقلوه وتضيفوه لباقي المكونات. إذا ضعفتوا المقادير وكان عندكم الباذنجان بكمية كبيرة، من المستحسن أن تضعوا الحبات اللي قطعتهم في الماء باش ما يكحلش معكم ويفسد. أولا نقطعه شرائح ثم مكعبات. بعد ما قطعنا الباذنجان مكعبات نضيف له الملح والفلفل الأسود، ونضيف له ملعقة كبيرة حتى ملعقتين فرينة أي دقيق. وهذا هو السر باه ما يتشرب لناش كامل الزيت ويجي مقرمش. نقلوا الباذنجان في زيت يكون سخون وغير يحمر معاكم، انزعوه وحطوه على الورق الماس لأنه يكمل طيابه في الفرن. صدقوني هذا الجراتان راح يعجب كل العائلة وترجعوا تحضروه في الصيف وحتى في الشتاء. بعد ما قلينا كل كمية البطاطا اللي عندنا والباذنجان، نجيبوا إناء كبير ونخلطوهم مع بعض. بعدها نضيف معدنوس مقطع رقيق ونضيفوا الجبن. أنا أضفت قطعة مستطيلة الشكل، يمكن استعمال جبن مثلثات. أنا كل هذه الكمية استعملت قطعة واحدة مستطيلة الشكل. بعد إضافة الجبن نضيف 3 حبات بيض وعلبة ياغورت طبيعي، والياغورت نستعملوه كبديل للبيض وباه يكون الطبق اقتصادي. كما قلت سابقا أنا ضاعفت الكمية، معناه إذا استعملتوا 4 حبات باذنجان و4 حبات بطاطا راح تستعملوا 3 حبات بيض إلى 4 وعلبة واحدة من الياغورت الطبيعي. نخلطوهم مع بعض جيدا، ثم نضيف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة صغيرة كركم وملعقة صغيرة توابل الدجاج لإضافة نكهة للطبق.
نفرغ خليط البيض مع الياغورت فوق الخليط الأول اللي هو البطاطا والباذنجان، نخلطهم مليح. بعد ذلك نجيب بلا. أنا استعملت مول زجاجي كبير الحجم وكذلك مول آخر متوسط، ندهنه بالزبدة ونفرغ الخليط، ثم نبشر الجبن فوق كامل الوجه. نحط البلا في فرن مسخن مسبقا غير نشف من تحت، نشعل عليه من فوق حتى يذوب كامل الجبن. الجراتان راهو طاب وريحته تشهي بزاف، نقسموه باه نوريكم كيفاش يجي مشمخ. ان شاء الله تجربوه وصدقوني على ضمانتي راح يعجبكم اكيد. ودائما مع الوصفات الاقتصادية والراقية. نحتاج دعمكم للقناة، وإلى الملتقى أخواتي.